سنبدأ هذا الحفل الآن بتذكير كذلك أنه منذ 3 أشهر تماما على بعد بعض الكيلومترات من هنا فقط هناك أرواح كثيرة خسرناها في هذا الزلزال الكارثي. ليس فقط الحوز وشيشاوة وشارودة وورزازات تأثرت فقط، بل كل المغرب تأثرت والعالم بأكمله كذلك، وتآزرا كذلك حبر العالم، عالم كرة القدم تحديدا كذلك. الكل تعاون وتآزر بطريقة ممتازة وأبرز الجميع وحدتهم مع كل الضحايا والبلد بأكمله. هذه النسخة الجديدة لجوائز الاتحاد الأفريقي سوف تبدأ كذلك بذكرى حقيقية عميقة كذلك نحو الأرواح التي فقدناها بعد زلزال 8 سبتمبر. عليكم هذه الصور التي تبين لنا تضامن لاعبي كرة القدم مع ضحايا الزلزال الحوز. شاهدوا معنا. Huge rescue mission is underway in Morocco after a 6.8 magnitude city of Marrakesh. Powerful images. صور معبرة وقوية جدا كذلك، وتنظيم جوائز الاتحاد الأفريقي هنا في مراكش هو دليل واضح بأن هناك أمل كبير جدا لمواطني هذا البلد. كل أفريقيا تساندهم لكي يعودوا إلى أفضل حالاتهم، وهذا رمز كذلك لقوتهم وإصرارهم. تم اتخاذ القرار إذن من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم جائزة تآزر، ولتقديم هذه الجائزة أرجو أن ترحبوا كما يجب بسيد رئيس الاتحاد الأفريقي المغربي لكرة القدم عفوا السيد فوزي لقجع. Je vous en prie. Et s'il est un symbole à retenir de cet élan لما كان هناك رمز نتذكره من حركة التآزر التي حصلت في مع المناطق المتأثرة، فهي صورة هذا الرجل على دراجته الهوائية والذي يحمل بعض المؤونة والذي ساند بطريقته الخاصة بكل ما يملك من أجل المتأثرين والذين خسروا كل شيء. هذا الشخص هو محمد عقيل وهو معنا الليلة وسوف يتلقى جائزة التآزر التي ستقدم له من رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، باسمكم جميعا نرحب بالسي محمد عقيل من مدينة تيزنيت. السيد محمد الذي يتلقى جائزة التآزر لما قدمه خلال كارثة الزلزال الذي ضرب مراكش منذ فترة. ليس لديه الكثير لكنه قدم كل ما لديه. تهانينا. لو سمحتم أن تبقى معنا للصورة، صورة تذكارية. نعم. تهانينا مرة أخرى، جائزة مستحقة. شكرا لسيد الرئيس. سي محمد عقيل accompagné du président de la fédération. سيد محمد عقيل إلى جانب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لهذه الجائزة الرمزية والقوية والمعبرة، جائزة التآزر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.